الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرفع إلى المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه، والقيادة السياسية والشعب الكويتي كل الشكر والثناء على تولي هذه الثقة وعلى ما غمروني فيه من إعطاء فرصة لأن أكمل مسار ومشوار خدمة بلدي وأهلي ووطني في الكويت داخلا، وكنت قد عملت بالسابق بالخارج. فأنا اليوم من هذا الاستقبال يعني أطلت بهذه الحشود الكثيرة كما رأيتوها من كل أطياف المجتمع الكويتي بألوانه وأشكاله وتعددياته، وهذه هي اللحمة الكويتية للأسرة الكويتية الواحدة بالتواصل الحميم وبالمحبة وبالمودة وبالأخاء وبما يربط الكويتيين كما جبلوا عليه منذ القدم بأن يتزاوروا ويتواصلوا ويتحابوا ويتآخوا. أوعد إخواني أهالي الفروانية بأن يكون هناك تغيير ملموس محسوس وتغيير على أرض الواقع حيز التنفيذ. كل ما أحتاجه ورقة وقلم أعمل من خلالها على أجندة خدمات إلى هذه المحافظة العزيزة علي وعلى قلبي وعلى الكويت جميعا، وأهلها لست بعيدين عني، أعرفهم تماما، قريب إليهم قرباء مني، وكما رأيتم يا الله سأجتهد وسأدخل بيت بيت وسأتلمس احتياجات المنطقة وسأتعاون مع فريق عمل من كل إخواننا وأصدقائنا. هل هناك تطلعات تراها في تغيير في المحافظة سوف ترسمها؟ أنا وأعود على كلمة أنا جاي أعمل، والعمل الدؤوب والجهد المضني والنتائج الناجحة والعطاء المنقطع النظير والرؤى الثاقبة الصائبة هي أهدافي. دخلت المحافظة بعد أن سلمت على سيدي حضرة صاحب السمو وأخذنا منه التوجيهات السامية بالتوصية وسمو ولي العهد، والتقيت مع كل القطاعات الإدارية والقطاعات العسكرية والفنية والمناط فيها العمل في هذه المحافظة، وقدمت إليهم مني شخصيا تحفيز مادي تعتبر عن مكافآت مبلغ بقدر 30,000 دينار كويتي، وهذا المبلغ أنا يعني قدمته مني لإخواني هو عبارة عن جوائز وعن مكافآت تشجيعية للتمييز والإبداع والإخلاص والعطاء. على سبيل المثال أفضل عسكري، أفضل طبيب، أفضل حديقة في المنطقة، أفضل إداري، أفضل موظف، راح تشكل لجنة وراح يوزع عليهم. مش مهم المبلغ المادي بقدر ما هو لمن يأتي ويكرم ويعطى شهادة تقدير وإبداع ويقدم إلى وزيره ووكيله وجهة عمله مع المكافأة. أعتقد أن هذا نوع من التحفيز. سأعمل بالهمم بأنواعها وسأقدم ما أستطيع إليه بخالص الاجتهاد إلى أبعد مدى إلى أبعد مجال بأن أخدم المنطقة، وكل ما أحتاجه وقت سأسمع سأرى سأحلل سأنظر. إن شاء الله الأيام والأسابيع والأشهر القادمة حبلى بالخير والعطاء على محافظة الفروانية وعلى أهلها، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. الله يحفظك. سؤال الله يحفظك، بالنسبة لإنشاء مجلس المحافظات، هل راح يكون له دور في تطوير المحافظات؟ مجلس المحافظات وفق المرسوم الجديد الذي صدر في 2014، وهي التوصيات السامية لسيدي صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء الذي حث علينا. نعم هناك أعضاء في مجلس المحافظات بحكم وظائفهم جميع مخاتير المنطقة وجميع المدراء المعنيين في المحافظة، يعني مدير المنطقة الصحية، مدير التربية، مدير الأشغال، مدير البرية وعلى ما شابه ذلك، وثلاث أشخاص سيتم انتقائهم من أبناء المحافظة بأن يكونوا أعضاء فعليين بشخصهم، وسيكون لي الشرف أن ألتقيهم بأن يقدموا إن شاء الله لأهاليهم يساعدونا في العمل. وأنا على كل حال لا أراعي في عملي إلا الله سبحانه وتعالى وكتابه وسنة نبيه والتوجيهات السامية الصحيحة والحق وطريق العدل وطريق العمل الدؤوب. سيكون إن شاء الله ثلاثة يعني من خيرة الجماعة، وهم بالتالي تكليف وليس تشريف. مجلس المحافظات سوف يغني عن الكثير من القوانين في البلدية في إدارة الإطفاء. احنا في القانون الجديد سنعمل يعني مع السلطة التنفيذية مع سمو رئيس الوزراء والأخوة الوزراء كفريق مساند ومساعد لأن نذلل الصعوبات. نطمح بأن نبعد إلى الشيء النموذجي.
الشيء المريح. همنا واهتماماتنا راحة المواطن، نبي المواطن يرتاح، من يقوم يصحى من نومه الين يرد بيته، سواء عنده معامله او موظف او طالب او ولي امر او الى اخره. وانا اول ما سمعت قبل لا اتعين قالوا ان هناك يعني في جسر طالبين الاخوان على عرضيه حق مواقف تطبيقي، على طول اول شيء كلمت وزير الاشغال، واليوم كلمت الاخ وزير الكهرباء. عندي علاقاتي الشخصيه ساستخدمها، همتي وطاقتي وخبرتي، ساوظف كل ما لدي شخصيا وزملائي المحافظين ان شاء الله لان نخدم المحافظات الست بنمط واسلوب جديد ينعكس على رقي المحافظه واهالي المحافظه. وشعاراتنا محافظتي نظيفه، محافظتي امنه، محافظتي خضراء، محافظتي نموذجيه، محافظتي راقيه، محافظتي متقدمه، ومن هذا عليها عندنا سكس. وان شاء الله تباشروا بالخير وتشوفون اللي يسركم ان شاء الله. الله يحييك.